الأسلحة. وقع الهزيمة أو وقع هذا الانتصار على القوات العثمانية ما أحد يصدق حتى يرى بنفسه. الدولة العثمانية صعقت في ذلك الوقت، والدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت إذا هزمت، طبعا هذه الهزيمة لم يكن في مخيلتهم وكانوا يظنون على أنها مبالغ فيها. العثمانيين في صنعاء والحديدة ما صدقوا الهزيمة حتى رأوا الجرحى محمولين على سفن بريطانية. أرسلوا سفن بريطانية من الحديدة لنجدة الجرحى العثمانيين في جازان ونقلهم. أيضا بدأوا يزودوهم بالمياه المالحة، المياه العذبة من الحديدة ومن السويس. أرسلت الدولة العثمانية أكبر أساطيلها مزودة بالمياه لإنقاذ من تبقى منهم. فكان هذه الهزيمة وقع على الدولة العثمانية كبير جدا جدا، خاصة وأن الدولة العثمانية في ذلك الوقت في بداية أو توتر أزمتها مع إيطاليا. هذا الانتصار جعل الدولة العثمانية تفكر في التصالح مع الإدريسي ووضعه وضع مميز. بريطانيا في ذلك الوقت بعدها بسنة أو سنتين أو أقل أرسلوا ضابط عسكري، اللي حققوا الضابط الإنجليزي هاند بوك، كتاب الله، أرسلوا ضابط بريطاني يعني احصر لنا أنصار الإدريسي كم عدد قواته. فحصر عدد قوات الإدريسي وقبائله من الليث حتى الحديدة. الغريب عندما جاء إلى صبيا، أي كورنلايس ضابط، قال لك الذين من ذوي البشرة البيضاء عددهم كذا، ذوي البشرة السمراء عددهم كذا، يشتغلون بكذا، يبيعون بكذا، وصف كامل. وجهزوها ككتيب مع الضباط الإنجليز فيما بعد يسموه هاند بوك، يعني عندك زي القاموس تلجأ إليه في أي وقت يعطيك خريطة تفصيلية. هذه الهزيمة بعدها ب3 سنوات أو 4 الحرب العالمية أو 6 سنوات يعني أنهت أسطورة الدولة العثمانية. هذه المعركة في الوثائق العثمانية سموها مصيبة جازان أو كارثة جازان، أكبر معركة هزمت فيها الدولة العثمانية في بلاد العرب.